قبيلة العزة هي من القبائل العربية الكريمة، ومن تفرعات الشجرة الزبيدية القحطانية ذات المآثر والأصالة العربية. تاريخها حافل بالبسالة والمكارم والعزة، وهي أساسا من أعرق عشائر زبيد الأصغر وإخوة العقيدات. العزة قبيلة عربية أصلها من زبيد الأصغر من قحطان، ديارها في دلي عباس وعموم محافظة ديالى شرق جمهورية العراق، ومنهم في محافظة بغداد والموصل وكركوك والحلة والأنبار والعمارة. كان سبب انتشارهم إلى عدة مناطق في العراق أنهم في ديالى متاخمون للحدود الإيرانية، وقد حدثت هناك حروب حدودية كثيرة. ذكر ثامر العامري في كتابه موسوعة العشائر العراقية أن أصل اسم العزة من الأعزة، وأنهم ينتسبون إلى الصحابي عمرو بن معد يكرب، ورؤساؤهم فخذ البؤجود، والذي كان توطنهم الأول في العراق في حليجة وعفك من محافظة القادسية. ونخوة العزة العامة هي آل عمرو وحمير، ونخوة البؤجود الخاصة هي إخوة هكشة. اقتصرت رئاسة العزة في حمولة البغصيبة والبمروح، وفي زمان الدولة العثمانية كانت العزة قسمين، بدو وحضر. كان غضبان خلف الغصيبة الفارس شيخا لعشائر البدو، وكان ابن أخيه الشيخ علي لطيف خلف الغصيبة الفارس شيخا لعشائر الحضر. ويعد حبيب الخزيران أشهر شيخ معاصر، يقال للمنتسب لعشيرة العزة عزاوي. قال البسام في كتابه عشائر العرب: سكان جانب دجلة الشرقي بين بغداد وكركوك العزة، هم ذو المجد والعزة، والشوق للمكرمات ولا شوق كثير عزة، والقول فيهم أنهم أمام المكرمات وغمام المعصرات، والأخذ الوبيل لمن ناواهم، والركن المنيع لمن والاهم، ومآل المؤمل رفدهم، وزاد المتحمل من عندهم، وقرة عين الخائف، وفال المستنطف والعائف. ذكر في كتاب عشائر الشام أن العزة والعقيدات إخوة، كلاهما من زبيد الأصغر. في منطقة الفضل توطن جموع من عشيرة العزة، فسمي مكانهم محلة العزة. وقريب من محلة العزة منطقة عزات طويلات، وكان أهلها أيضا من العزة. ذكر عماد عبد السلام رؤوف أن العزة نزلوا في منطقة الفضل بعد الطاعون الكبير سنة 1831 للميلاد، فعمروا المنطقة. وعلق على قوله ميعاد شرف الدين الكيلاني في كتابه تاريخ تكايا بغداد والمشيخة الصوفية في العهد العثماني، إذ قال: ومن جانبنا نرى أن العشائر لا تنزل بشكل مفاجئ ببغداد لتشكل محلة كبيرة، وإنما يتم الأمر بشكل تدريجي. فقبيلة العزة لها قدم راسخ في الخالص القريبة من بغداد، ثم بدأ زحفهم إلى مداخل بغداد، فتجدهم في بوب الشام والراشدية، ثم بدأت أسر متمكنة من دخول المدينة لتسحب باقي أسرة العشيرة. نسبهم: هم أبناء عزيز بن محمد بن علي بن سالم بن صهيب بن حبيب بن حسين بن عبد الله بن حازم بن مزحم بن منجم بن عيادة بن غالب بن غازي بن فارس بن جميش بن مرهج بن كاظم بن عكرمة بن ثور بن الفارس عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زبيد الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زبيد الأكبر بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك مذحج بن أد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن عبد شمس سبا بن يشجب بن عامر يعرب بن قحطان، جد القبائل القحطانية كافة. أما نخوتهم عمرو وحمير. أما بيت الرئاسة فهي في حمولتين، البغصيبة والبمروح. يرأسهم في الوقت الحالي فيصل بن حبيب بن خزيران المروح. وتعتبر قبيلة العزة من أشهر وأشجع القبائل العربية، وهي منتشرة في كل أنحاء الوطن العربي، ويكثر تواجدها في العراق. ظلت قبيلة العزة ولا تزال مهابة بشيوخها وشبابها وعائلاتها العريقة وعشائرها الكثيرة المنتشرة في كل أنحاء الوطن العربي. قبيلة العزة الكريمة ظهرت في العمق التاريخي بين الحجاز ونجد، ثم دفعتها الأحداث للهجرة إلى العراق، وسكنت في المناطق الحدودية بين العراق وإيران، ثم تشتتت ثانية نتيجة النزاعات القديمة التي كانت تنشب بين حين وآخر بين الدولتين.
والعزة في حقيقة الأمر تتألف من عدة عشائر، وكلهم من حمير، وهم من القبائل التي تميزت ضمن عشائر زبيد الأصغر، وما زالت نخوتهم العمر وحمير وكراديس حمير. وخلال عام 1639 للميلاد كان من أبرز شيوخهم درويش محمد وسليمان ابن برصم. والباحثين والنسابة أن العزة من تفرعات إمارة عبادة، حيث أن نسب عزة هو عزيز. ولا يفوتنا أن نذكر هنا بأن عشائر العزة خاضت العديد من المجابهات الحادة مع السلطة العثمانية في العراق، واستقرت أعداد كبيرة منها بين القدس وبقاع الأردن. وهناك حقيقة أخرى تؤكد لنا على أن بيت الرئاسة لعشائر العزة قد انحدر من عشيرة ألبو أجود، وتشير بعض المصادر بأن ألبو أجود أصلهم من عشائر الأجود، أكبر عشائر المنتفك وإخوة بني مالك، وهم أيضا يرجعون إلى نسب جدهم حزن بن عبادة. توزعت مساكن عشائر العزة في العراق بأماكن عديدة، لكن كثافتها في بغداد وديالى وواسط وكركوك والموصل وبابل. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.